لو انت اتفرجت على وثائقيات لأفراد الأسكيمو هتلاقيهم لابسين لبس تقيل وجنبهم كوخ مبني من التلج. في اللحظة دي كله بيجي في باله السؤال ده: ازاي في حد يقدر يعيش جوه بيت التلج ده أصلا؟ والكل عارف إن حالة الطقس في المناطق القطبية بيبقى بارد جدا، لكن الأغرب بقى من ده واللي انت ما تعرفوش إن هما بيبنوا البيوت دي أصلا علشان يتدفوا جواها. أيوة أنا عارف إنك استغربت دلوقتي لأن الموضوع غريب شوية ومش منطقي، لكن خليني أقول لك إن الموضوع ده عادي جدا لأن البيوت دي حقيقية ومش خيالية، والبيوت دي معروفة باسم إيكلوس، والبيوت دي بالفعل موجودة وبيتم بنائها لحد دلوقتي. وقبل ما نجاوب على السؤال ده، لو انت لسه جديد معانا في القناة انزل بسرعة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، وما تنساش في اخر الفيديو تحط لايك لو الفيديو عجبك. ويلا بينا نبدأ الفيديو. المنطقة القطبية الشمالية بتعتبر واحدة من أكثر المناطق المتطرفة على سطح الأرض، من أول سواحل أمريكا الشمالية لحد شمال شرق سيبيريا. لكن بالرغم من ده بقى والبرودة الشديدة اللي موجودة، إلا إن في هناك شعب مكافح عنده القدرة على إنه يعيش ويصمد في المكان ده لآلاف السنين، والشعب ده هو شعب الأسكيمو. شعب الأسكيمو ده يا صديقي منسجم قوي مع طريقة الحياة في المكان ده، لدرجة إن هم مش عايزين يمشوا منه خالص، على الرغم من إن الحياة هناك صعبة وقاسية جدا، لأن مفيش حواليهم مدن أو أي معالم من معالم التمدن والعمران، وكل اللي حواليهم تلج في تلج. لكن باقي الحاجة اللي بتستفز الشعب ده واللي ما بيحبوهاش انك تقول عليهم شعب الاسكيمو، لان كلمة الاسكيمو معناها الاشخاص الغريبة اللي بتتكلم بلغة مختلفة واللي بياكلوا اللحمة نية، وليهم اسم تاني بيحبوا يتنادوا بيه وهو اسم انويت، لان الكلمة دي معناها عندهم الناس. شعب الإنويت ده أو الأسكيمو بيعيش في مناطق جليدية تصل درجة الحرارة فيها في الشتاء ل50 درجة مئوية تحت الصفر، وأي شخص بيعيش في جو زي ده لازم يدور على مأوى أو بيت يعيش فيه، سواء بقى البيت ده مبني من الطوب أو المعدن أو حتى خشب، المهم أي حاجة يعيش فيها ويلحق نفسه قبل ما يتجمد. لكن لسوء حظ المنطقة القطبية الشمالية دي إن مفيش أي حاجة من الحاجات دي خالص، ده حتى الأشجار والغابات اللي موجودة في المكان تكاد تكون منعدمة، وعلشان كده ما كانش قدام سكان المكان ده إلا التلج، وبدأوا يبنوا بيوتهم من خلاله، وكان البيوت بتاعتهم بتكون شبه القبة وكانوا بيسموها إجلو. في الحقيقة فيزيائيا ممكن التلج يدفيك عادي جدا ويحافظ على درجة حرارة جسمك، وعلشان تعرف ازاي تعال اقول لك حاجة بسيطة عن حيوان اسمه القطاع البحري. الحيوان ده بيتغذى على الاسماك والمخلوقات البحرية، علشان كده بيعيش في المية الباردة، وفي نفس الوقت مفيش على جسمه جلد سميك او انسجة دهنية سميكة تدفيه ولا حاجة. امال بيعمل ايه بقى علشان يدفي نفسه؟ بكل بساطة حيوان القطاع ده بيستخدم حاجة غريبة شوية وهي جزيئات الهواء. فرو القطاع يا صديقي بيبقى كثيف وملمسه ناعم، والسر في التدفئة عنده بيرجع لتركيب نسيج الفرو عنده من جوه. فالفرو ده بيبقى مدبب بشكل دقيق لدرجة ان من خلاله بيقدر يحبس جزيئات الهواء جواه، وفي نفس الوقت بيعتبر عازل حراري كويس جدا، ودرجة الحرارة جوه جسمه مش بتخرج لبره بسهولة. هتقول لي دلوقتي يا عزيزي المشاهد ايه علاقة حيوان القطاع بالموضوع اللي بنتكلم فيه؟ ببساطة لان في حاجة مهمة كنت عايز الفت نظرك ليه، وهي ان الهواء عازل جيد للحرارة، وهو ده المطلوب، لان لما نلاقي نوع من التلج فيه جواه نسبة كويسة من الهواء فده هيكون مناسب جدا علشان نبني الكوخ. من المميزات اللي بتميز الشعب ده هو ان ليهم القدره والخبره الكبيره في معرفه نوع التلج وصفاته. يعني على سبيل المثال لو سالتك تعرف كم نوع من التلج، فالاجابه هو نوع واحد بس اللي اعرفه، ما فيش ليه انواع ولا حاجه. لكن شعب الاسكيمو بقى في اللغه بتاعتهم عندهم عدد ضخم من الكلمات والمصطلحات المختلفه اللي بتعبر عن التلج، وبيتمكنوا من وصفه من خلال العشرات من الالفاظ المختلفه اللي بيتم صياغتها بشكل بليغ لوصف نوع وحاله التلج. ونوع التلج اللي بيبنوا بيه الكوخ بتاعهم هو نوع بيقولوا عليه التلج الصلب المغبر. التلج ده عبارة عن 10% تقريبا من المياه المجمدة و90% من الهواء، وبيكون على هيئة طبقات على سطح الأرض في المناطق الجليدية. فالنوع ده بقى مناسب جدا علشان يبنوا الأكواخ أو البيوت الجليدية، وده لأن زي ما قلنا إنه فيه نسبة كبيرة من الهواء وعنده القدرة على التحمل، وعلشان قلنا إن الهواء عازل كويس جدا للحرارة فالنوع ده مناسب لعزل البناء من جوه. فكوخ التلج ده بيحافظ على درجة الحرارة جواه ومش بيسمح بأي تسرب للخارج، وهو ده المطلوب في عملية التدفئة، إن حرارة جسمنا أو اللي موجودة في بيتنا ما تطلعش بره البيت. قاع الايجلو ده يا صديقي ما بيكونش سطح مستوي، لكن المساحة من جوه بتكون محفورة وعبارة عن عدة مستويات. المستوى الأول هو مدخل البيت وبيكون منخفض جدا، وبعد كده في مستوى أعلى بشوية بيتم فيه إشعال النار وعمل شوية مهام كده زي الطبخ وغيره، والمستوى الأخير ده بيكون المكان العلوي اللي بيناموا فيه. وفي الحقيقة النظام اللي هم عاملينه ده ما جاش من فراغ، لكنه مقصود وليه دور مهم جدا. فالهواء الساخن في طبيعته بيرتفع لأعلى لأنه خفيف، والهواء البارد في طبيعته بينزل لتحت، فأي حرارة
حرارة موجودة جوه المكان، سواء جاية من النار اللي بيتم اشعالها جوه او الحرارة اللي بتطلع من اجساد كل اللي جوه الكوخ، بترتفع لاعلى وبتلف حوالين الاشخاص اللي موجودين جوه الكوخ، وفي نفس الوقت بتكون جدران الكوخ عازلة للحرارة، وبالتالي كل الحاجات دي بتخلي الجو دافي جوه الكوخ التلجي، ودرجة الحرارة جوه الكوخ بتصل ل 10 درجات او 15 درجة مئوية. ولو لسه برضه بتقول ما كده الجو تلج جوه، فخليني اقول لك ما تنساش ان درجة الحرارة بره كانت 50 درجة مئوية تحت الصفر، فلو قارناها بدرجة الحرارة ال 10 او ال 15 درجة مئوية جوه الكوخ، فكده درجة الحرارة مناسبة جدا في الاجواء دي. الفرد المتمرس من الشعب ده يقدر يبني كوخ لوحده في مدة بتستغرق 3 ساعات بس. اما بقى بالنسبة للاكواخ الكبيرة اللي بتسع افراد كتيرة زي الاسرة مثلا، فعلشان يبنوا كوخ ليهم ممكن يستغرق يومين او اكتر. والغريب ان مع التقدم اللي احنا وصلنا ليه في البناء ده، الا ان مفيش حد يقدر يبني الاجلو ده احسن من الطريقة اللي بيستخدمها شعب الاسكيمو. والطريقة الحلزونية والهيكل الخارجي اللي على شكل قبة هو بناء مستقر جدا ومفيهوش اي حواف او مساحات مقدرة. وفي المجال الهندسي هنلاقي ان المبنى اللي على الشكل ده بيقوم بتوزيع جميع الاحمال واي قوة رأسية لقوة افقية تتفرغ جوه الارض، وده علشان يكون الكوخ مستقر ومقاوم للرياح والعواصف القوية. وكده يكون انتهت حلقة النهاردة. لو الفيديو عجبك ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان اول ما ننزل فيديو يجيلك اشعار تخش تسمعه على طول. وشكرا للمشاهدة عزيزي المستمع، اشوفك في حلقة تانية وسؤال تاني بإذن الله. سلام عليكم.